عارف اللحظة اللي بتفتح فيها تيك توك تشوف فيديو صغير وتبقى فاكر انك هتقفل على طول عشان تقوم تكمل اللي وراك، وتلاقي نفسك بعدها بساعات لسه ماسك الموبايل؟ الاحساس اللعين ده اغلبنا بيقع فيه، وبندخل في دايرة مفرغة من الفيديوهات اللي ملهاش اخر. السؤال هنا بقى، هل السوشيال ميديا فعلا بتأثر على عقلنا؟ في العادة دي مش بس بتضيع وقتنا، دي بتضعف دماغنا كمان، ومش بنعرف نركز، ومخنا مش قادر يحل مشاكل صعبة زي زمان. وكل يوم بنكرر نفس السلوك، نلف وندور وسط الفيديوهات وننسى الحاجات المهمة. في سنة 2024 جامعة اكسفورد سمت مصطلح تآكل الدماغ ككلمة السنة. ليه؟ علشان السوشيال ميديا خلتنا نستهلك محتوى سطحي طول الوقت، والمخ بيقل نشاطه بسبب كده. دكاترة الأعصاب بتقول إن السوشيال ميديا بتشتغل على مراكز المكافأة في دماغنا، كل لايك أو كومنت بيفرز دوبامين، والمخ بيحس بسعادة لحظية بالظبط زي المخدرات أو القمار، وده بيخلي المخ يدور على نفس الإحساس مرة ورا التانية. وعشان تبقى عارف إن إدمان الفيديوهات الصغيرة زي الريلز بيخلي المخ يزهق بسرعة، مش بيخليك ولا عارف تقرا كتاب كامل، ولا تركز في شغل، ولا حتى تذاكر. وكمان النوم بيتأثر وبيجي معاه قلق واكتئاب. الدكاترة بتأكد إن تآكل الدماغ مش مرض، لكنه نتيجة حتمية لإدمان المحتوى السطحي. للأسف إحنا بنضيع نفسنا وبنضعف قدراتنا على التفكير النقدي، وبنزود التوتر بشكل يومي. في دراسة في مجلة بروس منتل هيلث استخدمت أشعة الرنين المغناطيسي، ولقى تغيرات في الشبكات العصبية عند الناس اللي مدمنين إنترنت. يعني فعلا المخ بيتغير. ومن ضمن الحلول اللي أغلبنا عارفها وما بيطبقهاش هي إننا نكون واعيين بالمشكلة، وتاني حاجة نختار المحتوى اللي تتفرج عليه زي فيديوهاتي كده. تالت حاجة تقلل وقت الفرجة على الشاشات، وخصوصا قبل النوم على الأقل بساعتين، وتقدر تقرا كتاب أو تقعد كده تسرح وتتأمل. رابع حاجة تحدد وقت واضح للسوشيال ميديا. وللأسف السوشيال ميديا أثرت كتير قوي على علاقاتنا الاجتماعية وخلتنا منعزلين، لأن زمان كنا بنتكلم وبنتقابل، دلوقتي كل واحد ماسك موبايله، حتى لو قاعدين كلنا على القهوة كل واحد باصص في شاشته. والتكنولوجيا بقت سبب في ضعف العلاقات والعزلة وتفكك الروابط الأسرية. احنا ممكن نستخدم السوشيال ميديا لصالحنا، لكن يكون عندنا وعي كفاية، لأن دماغك أهم من اللايك والفيديو. ونفكر ازاي السوشيال ميديا بتأثر على دماغنا، ونعيد توازننا مع العالم الرقمي. وتعرف انت بتقضي وقت قد ايه على جميع المنصات. انا عارف ان الكلام ده مش جديد عليك، بس قلت اقوله لعل وعسى حد يستفاد ويلحق نفسه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.